يا مساء الفضايح عليكم. انا زملكاوي. مبسوط لتعادل النادي الاهلي. فرحان ان الاهلي فقد نقطتين في صراع مهم جدا، واتسع الفارق بينه وبين الزمالك ل5 نقاط. وما تتخيل قبل 5 مباريات يكون الفرق بينك وبين الاهلي 5 نقاط. لكن بصراحة ما حدث اليوم من قلب واحد زملكاوي لازم يتكلم بضمير. اللي حصل النهارده اسمه فجر تحكيمي مع مرتبة الشرف. مش معنى ان الاهلي بيمتلك مدير فني فاشل، مش معنى ان النادي الاهلي صبر وادارته على مدير فني فاشل ضيع النادي الاهلي، ضيعه في افريقيا وضيعه في الدوري وضيعه في الكاس وضيعه في كل البطولات. مش معنى ان في مدير فني موجود طمس هوية النادي الاهلي وطمس الروح بتاعت النادي الاهلي وطمس اللعيبه وطمس الاداء وطمس المنافسه وطمس كل حاجه في ايقونه النادي الاهلي، وان الاهلي بيلعب حتى الدقائق الاخيره وكل اللي موجود في النادي الاهلي الراجل ده مسحه باستيكه. مش معنى كل الكلام ده انك ما تدروش حقه، انك النهارده طبيعي كرة 1,000,000% للاعمى يشوفها. انا ما بتكلمش بالتحكيم والناس كلها عارفه. الناس مهما تطلع تصيت على نادي الزمالك وتقول لك دي الكرة دي ضربة جزاء وكسبته بالتحكيم، بطلع بقول ماليش دعوة، ما اعرفش، انا مش راجل ملم بالامور التحكيمية. لكن اللي حدث النهارده فجر، كرة على مسافة قريبة جدا من الحكم ومع ذلك ما صفرش ان هو كرة جاية في ايد اللعيب، لعيب بيتحرك، لعيب الكرة مرفوعة، لعيب فرد ايديه، خبطت في ايديه، غيرت اتجاهها وخبطت تحت. ابجديات كرة القدم بتقول لك ان الكرة دي ضربة جزاء، مع ذلك الحكم انذارات 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 للعيبه اللي حواليه. الحكم بيعامل لعيب بقيمة تريزيجيه، وما ادراك قيمة تريزيجيه في مصر، بقمة قلة ادب وعنجهية غير طبيعية غير طبيعية. كان واضح الحكم يروح هناك عند منطقة المدربين، اصفر فاصفر فاحمر، يطول الفار يستدعوه عشان يبص على الكوره، يروح يبص على الكوره مره واثنين وثلاثه من زاويه هنا زاويه هنا زاويه هنا. اللعمه بيقول ضربه جزاء، اللعمه. وانا اقسم بالله كنت متوقع النتيجه دي 1-0 سيراميكا، 1-1 الاهلي تعادل، 2-1 الاهلي يكسب. طبيعي ان السيراميكا بيلعب دفاع مستتيم وما راحش غير بعد ما تعادل. ومع ذلك الكرة واضحة 1,000,000% على مسافة قرب، غيرت اتجاهها، اللعيب فرد ايديه مش مستوى جسمه، كل حاجة حصلت. ومع ذلك الحكم بيقول لك مفيش ضربة جزاء. لا 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 لا، ده فجر فجر. واحد يقول لي يا عم اخرس، انت زملكاوي ازاي تتكلم حاجة زي كده؟ ما احنا ياما اتظلمنا، انا اتظلمت اعترفت وقلت. لكن النهارده الاهلي يتعادل يتعادل، يخسر يخسر، على قلب انا زي العسل كزملكاوي، انا هبقى مستفيد اكتر بكتير. لكن مش بالفجر، مش بالفجر. اخد الدوري نزاهه. الزمالك بره اللعبه، يعني الزمالك ان شاء الله لما ربنا ياخد الدوري راجل نزيه عمل كل اللي عليه. لكن مش عايز حاجه شائبه تتقال في الدوري، اصل الماتش ده كان الاهلي يكسبه والاهلي خسر نقطتين هنا حرام وي. ومع ذلك هو ده الصح، ان النهارده كرة 1,000,000% ضربة جزاء تدخل النادي الاهلي، الاهلي كسب 2-1 ولا كأن حاجة حصلت، والاهلي بينه وبين الزمالك 3 بونت. لكن الكرة ما تتحسبش. ده انا عمري ما شفت فجر التحكيمي قد كده. دايما كل كرة بيكون عندي فيها شك 1%، 2%، 3%، لكن الكرة دي ما مش محتاجه اعاده فار. ده انت جنبيها انت كنت المفروض تصفر ضربه جزاء والفار ياكد لك كلامك انك صح. لكن الفار يقعد يتشاور، الفار ما يقولش للحكم احسبها ضربه جزاء، لا دي يناديله، بعد ما يناديله تقعدوا تتناقشوا كل الوقت ده وما تحسبهاش ضربه جزاء. انا ما شفتش في حياتي فجر زي اللي بيحصل، وعمري ما شفت النادي الاهلي بيتظلم زي ما اتظلم النهارده. واحد يقول لي بطل بقى الريتش والبيتش وبتطبل الاهلاويه، انا ما بطبلش. الكلام ده لو كان حصل للزمالك انا كنت طلعت بعصبيه ما كانش حد يتخيلها، وكنت مع الاسف هواجه بعض الاهلاويه الغير محترمين والغير سويين. قال لك يا عم الكره مش ضربه جزاء واللي وقعدوا وزاطوا واتكلموا كلمه. انا مش بالطريقه دي. زي ما برضو صفحات نادي الزمالك انضف حكم في مصر، ارجل حكم في مصر، اجمد حكم في مصر، الحكم النزيه، الحكم اللي بيطير، الحكم لا 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 لا. يا زملكاوي اللي بتكتب حاجه زي كده، لو اتقلبت المواقف ونادي الزمالك اللي في الموقف ده
انت كنت طلعت قلت انها ضربه جزاء سليمه. هو ده بقى الناس اللي ما عندهاش ضمير، ده بقى اللي انا ما بحبوش. والحمد لله الحمد لله معروف عني الصناديلي زملكاوي قوي ومتعصب قوي وبعشق نادي الزمالك وما بحبش غيره وما بتمناش دايما غير دايما كسبان، وبفرح لهزيمه النادي الاهلي في البطولات المصريه بعيد عن افريقيا. لكن اللي حصل النهارده هو فجر تحكيمي. مش معنى الاهلي وحش فانت تدوس عليه بالتحكيم، مش معنى ان عنده مدير فني متخلف لم يستغل فتره الايقاف في الدوري، لم يستغل فترة الإيقاف في الدوري ومع ذلك نزل النهارده ولا كأن حاجة حصلت. شوبير النهارده نكتة. أنا بصراحة شوبير أنا بثني عليه، وشوبير لعيب محترم، لكن شوبير لعيب مغرور شوية، متسرع شوية، بيتنك شوية. شفناه في ماتش السعودية بيقف على الكورة بيتنك، واخد هالة عالمية عالية، مع الاعتراف ان هو لعيب ذو قيمة عالية جدا ولعيب 10/10 ومستقبل حراسة في مصر. لكن حرام 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 مهما الشناوي اخطأ لكن ما يتظلمش الظلم ده. الشناوي اتهمش مع المنتخب واتهمش النهارده في ماتش سيراميكا عشان يدخل فيه النهارده جول كوميدي سهل جدا ان شوبير كان يطلعه وما كانش الجول ده داخل خالص 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 خالص. يعني يا معالي الباشا انا قلت لك الاهلي فعلا اتظلم فجر النهارده. ما حدث للنادي الاهلي هو فجر تحكيمي، ولو الدوري هياخد بالطريقه دي انا مش عايز الدوري. واحد يقول لي يا عم بطل مثاليه، لا 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 لا، ده اسمه فجر 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 فجر. يعني انا زملكاوي المفروض ارقص وافرح لمستوى الاهلي الهزيل. الراجل الطربش ده دمر الاهلي، دمره. يعني تخيل النادي الاهلي لو كان محمد يوسف، عماد النحاس، اقول لك على حاجه، عادل مصطفى لو كان بيدرب النادي الاهلي كان لعب بتشكيل احسن من كده. واحد النهارده زي زيزو موجود في الملعب ليه؟ زيزو ده فاشل من ايام ما كان في الزمالك. وانا قلت الكلام ده ناس يقول لك اصل انت محروم منه، قلت لكم فاشل وبالونه، والفيديوهات موجوده على الصفحه عندي بالونه. ومع ذلك النهارده اساسي على حساب حسين الشحات. يا راجل يا حمار، ده حسين الشحات لما نزل فيه الشوط الثاني الفرقه اتحركت وراحت وجت وعملت وسوت. واحد زي بن رمضان يا فاشل تطلعه بره على الدكه بالسبع 8 ماتشات ليه؟ وعمل ايه؟ هو شتمك بامك؟ ده لو شتمك بامك مش هتعمل حاجه زي كده. فحاجه غريبه جدا. انت النهارده اختفيت كل الاختفاء وعندك توقف دولي، انزل بفكر جديد، انزل بتشكيل جديد، انزل بحركه لخفن الفرق. لكن انت ما عملتش حاجه. نزلت شوبير، نزلت ياسين مرعي، عمرو الجزار راح في داهيه، هادي راد مش عارفين هو موجود فين، نزلت بياسر ابراهيم، بالعمري النهارده كان سيء جدا، محمد هاني النهارده بيقدم خرا كروي خرا. بس هل المشكله في اللعيبه؟ طب ما احنا شفنا اللعيبه دي مع السعوديه، هل السعوديه كانت تعبانه فلعيبه الاهلي تالقت فقلنا على لعيبه الاهلي نجوم؟ بس الراجل ده فاشل. نفس التشكيل، اليو ديانج هو مروان عطيه ما عملش اي حاجه، امام عاشور هو بيلعب بمروان كتاته، مروان عثمان، يخرب بيتك ده انت فاشل يلا. انت فاشل، او مش هقول لك فاشل، انت كنت لعيب جدا في سيراميكا، لكن الراجل انت كنت بتلعب جناح شمال وكنت متالق مع سيراميكا ولعبت ماتش قدام الزمالك مرمطت لعيبه نادي الزمالك. الراجل ده من ساعه لما خدك لعبك مهاجم نساك كره القدم. فاشل. انا عن نفسي يعني ادي كواميشي ده اديله فرصه، اديله جايز تلطش معاه، جايز تجري معاه. بلاش يا عم محمد شريف جزمه امه برقبه مروان عثمان، مع احترامي لمروان عثمان، لكن خد من فرصه واثنين وثلاثه و15. فاشل. تريزيجيه على الشمال، حطيت تريزيجيه على الشمال، بن شرقي طلعته بره خالص، وزيزو المنتهي. زيزو فاشل، زيزو لعيب فاشل في النادي الاهلي، نحس على النادي الاهلي. خرج من هنا الاهلي تعادل من هنا، ومطلع بن رمضان بره، مطلع بن شرقي بره، طلع محمد شريف بره، طلع حسين الشحات بره. كل اللعيبه ديت الراجل الفاشل تربش ذو التكتيك الفاشل ذو مسح الهويه بتاعه النادي الاهلي، دمر النادي الاهلي. قاد الله في عون جماهير النادي الاهلي، اقسم بالله قال الله في عونكم. لما تبقوا فريق عظيم، فريق عندكم امكانيات، فريق كنت بتلعبوا بلعيبه احتياطي، لكن مع ذلك كنا دايما بنسمع احنا كزملكاويه اي حد يلبس التيشيرت الاحمر يتكهرب يتدلع ويكسب البطولات. ده انتوا خدتوا بافريقيا بمحمد يوسف، مع احترام لمحمد يوسف يعني انتوا باي حد باي شيء كان ب 11 لعيب في النادي الاهلي بينزل يكنس اي حد. لكن ما حدث في النادي الاهلي فضيحه. هل نادي سيراميكا كليوباترا فرقه قويه؟ من اسوأ ماتشات سيراميكا كليوباترا، من اسوأ الماتشات. طبعا انا عايز اتكلم على نقطه بس، على شويه انا اسف شويه المعرضين اللي بيقول لك اصل سيراميكا بيفوت الاهلي. مفيش الكلام ده بيحصل.
مش عشان النهارده سيراميكا تعادل. مفيش فرقه محترمه تقبل على نفسها حاجه زي كده. مع احترامي برضه لبعض الجماهير الاهلاويه بيقول لك اصل ده بيفوت للزمالك. مفيش حد محترم في سنه 2026 هيفوت لحد. في فرقه كعباء عاليه على فرقه. يعني دايما الاهلي وغزل المحله ماتشاتهم رخمه، الاهلي وابني ماتشاته رخمه، الزمالك وابني ماتشاته رخمه، الزمالك وادي دجله ماتشاته رخمه. هي كده. بيراميدز والاهلي ماتشات رخمه، هي بتبقى ماتشات رخمه، بتبقى كفات. لكن فرقه ان قصه ان فرقه تفوت لفرقه فده فجر. ويقول لك النهارده علي ماهر هيفوت وعماد توفيق هيفوت المصري وكده ومش عارف مين هيفوت لكذا. كل الكلام ده قله ادب وتقليل من قيمه فرقه كبيره زي النادي الاهلي. اصل النادي الاهلي مستني مجامله من حد ان فرقه تفوت له. لا لا لا، مفيش الكلام ده. اتكلم على كيان كبير اسمه النادي الاهلي، مش مستني يتفق مع حد وحد يتدلع قدامه ويديله 3 نقط. هو النادي الاهلي مش هيقبلهم. النادي الاهلي ما بيقبلش حاجه زي كده. واحد يقول لي يا عم انت مجنون، هو في حد زملكاوي يقول كده على الاهلي؟ في. لما يكون عندك صفاء نيه، ما عندكش عنصريه متخلفه وكره للانديه، هقول لك حاجه زي كده. هل نادي سيراميكا كليوباترا هيفوت ومش عارف مين؟ سيراميكا عايز الدوري، عايز يلعب على الثالث والرابع. مش عارفين اذا كان زد هتاخد الكاس ولا بيراميدز هياخد الكاس. اصل هم جهله مش عارفين زد ولا بيراميدز مين هياخدوا. اللائحه بتقول ايه؟ فالنهارده الفرق ما بين سيراميكا وما بين الاهلي نقطتين، فلو كان كسب النهارده كان عدى والنادي الاهلي نزل الرابع، فبالتالي لازم ينزل يستموت على الماتش. هل النادي الزمالك حسم الدوري؟ حمار اللي يقول لك حاجه زي كده. هل النادي الاهلي خرج من الدوري؟ حمار اللي يقول لك حاجه زي كده. هل بيراميدز خد الدوري؟ حمار برضه يقول لك حاجه زي كده. الدوري لن يحسم الا في الامتار الاخيره. الزمالك ما لعبش مع البيراميدز، الزمالك ما لعبش مع الاهلي، الزمالك ما لعبش مع سيراميكا، الزمالك ما لعبش مع انبي، الزمالك ما لعبش مع سموحه. انت بتتكلم في 5 ماتشات ب 15 بونت، والفرق ما بين الاهلي والزمالك 5 بونت. الفرق ما بين بيراميدز والاهلي لو البيراميدز كسب ماتشه 5 بونت. والزمالك متعادل مع بيراميدز لما بيراميدز يكسب مباراه. لكن ما حدش يقول لي ان الزمالك الاقرب للدوري، بيراميدز الاقرب للدوري، الاهلي الاقرب للدوري. اقسم بالله ما هتبقى مفاجاه بالنسبه لي ان تلاقي الاهلي بطل الدوري في النهايه عادي جدا. غلب بيراميدز وغلب الاهلي، غلب بيراميدز وغلب الزمالك سهل جدا، وما حدش يتفاجئ ان يلاقي النادي الاهلي بطل الدوري. لكن الراجل تروب ده مسح هويه النادي الاهلي، مسحها. ما بقاش فيه تكتيك، اللعيبه بقت فيها نفسنا، اللعيبه ما بقاش فيها روح، اللعيبه ما بقاش فيها شغل. في لعيبه لازم تركن على الدكه، في لعيبه لازم تقعد على الدكه، تقعد. سيزو ده يقعد على الدكه، يعني حسين الشحات برقبته. طاهر انت نسيت الكوره، بين رمضان لازم يلعب. حتى ايقونه ان ديانج ومروان عطيه فكره فاشله. ايه يعني لو لعبت وجربت وحسيت الناس ان انت بتغير او بتعمل اي شيء؟ لعب يا عم مروان عطيه مع بين رمضان مع امام عاشور، لعب اليو ديانج مع مروان مع امام عاشور مع بين رمضان. غير، لعب امام عاشور وزيزو في نص الملعب مع مروان عطيه واليو ديانج. اعمل اي شيء تغيير، رجع حسين الشحات مكانه، رجع العب تريزيجيه في النص وحط بن شرقي على الشمال زي ما كان متالق مع المغرب وكان متالق مع الزمالك وكان متالق مع الفرق القطريه. اعمل حاجه زي كده. لكن الراجل النهارده لا في جديد ولا في اي شيء ولا اي حاجه حصلت. الكلام ده اسمع بس، انتوا مستواكم احسن وتكسبوا الدوري. يا استاذ مدحت بعيد كل البعد عن ان الزمالك يكسب الدوري، والله العظيم لا بغزي العين ولا حاجه زي كده، بعيد. هل نادي الزمالك نادي الزمالك حاله، نادي الزمالك قوي بجمهوره، لكن نادي الزمالك بيستر. كلنا شفنا ماتش انبي الاخير واحنا خسرناه 1-0 عادي جدا والدوري اتقهر. الزمالك لسه بيراميدز الماتش الجاي، تخيل بيراميدز غلب الزمالك ادي 3 بونت. انا عندي احساس ان بيراميدز هيبقى بطل الدوري. ما كانش بيراميدز يبقى الاهلي، والله العظيم ما عنديش ثقه في الزمالك حتى الان، لان الزمالك فصوله بايخه. ما يحصل في الزمالك هو معجزه، وهي حاله الجمهور هي عامل حاجه زي كده. لكن يعني صفه الاستمراريه والقوه والكلام ده، كل الكلام ده هيبان لسه على نهايه الماتش. الاهلي لم يخرج من السباق، وانا عندي كلامي. اللي بيراميدز لم يخرج من السباق، الزمالك لم يحسم الدوري حتى الان، حتى اخر ماتش. يوم ما الفرق بين الاول ايا كان هو مين والتاني فرق اكتر من 3 بونت في اخر ماتش، هقول لك ده بطل الدوري. غير كده انا متاكد ان هيحصل مفاجات، لان كله هيفرم الكل. انت هتتفرج على 5-6 ماتشات الجايين للفرق، محدش هيب حد. النهارده انبي غلب سموحه اللي كان عامل شغل 10/10 خسر النهارده من انبي 2-0، وكهرباء عدلت تهديف تاني. سيراميكا عملت مفاجاه وتعادلت. الماتش الجاي تخيل ان المصري هيلاعب مين؟ هيلاعب بيراميدز. المصري تحت قياده عماد النحاس، وما ادراك عماد النحاس اللي خسروا النادي الاهلي، لانه عماد النحاس لو كان مدرب النادي الاهلي حتى الان اقسم بالله كان الدوري ده انتهى
قبل الدور اللي احنا بنلعب بيه. وانا بكلمك بامانه بعد فقد النقاط من بيراميدز والزمالك والحاجات ديت كان ممكن عماد النحاس بقيمه اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. هو انا ليه بكلمك عن الاهلي وبيراميدز هم الاقوى؟ لان الاهلي وبيراميدز عندهم اقوى لعيبه في مصر. هم مش ممكن متولفين صح، مش بيلعبوا بتشكيل صح، مفيش روح صح موجوده، مفيش تكتيك ما بينهم صح، مفيش فكر، مفيش فنيات، مفيش نفسيات سالكه، فعشان كده هم متاثرين. لكن غير كده هم اقوى سكواد. لكن الزمالك بيلصم، الزمالك بيلصم. ما تلاقيش عندنا جناح شمال، جناح يمين بزياده شويه يسقط في نص الملعب، مهاجم ناصر منسي ربنا مبارك له ومشى الدنيا معاه كده. هي دي نص الملعب. لعبنا باحمد ربيع كان المصري فحتنا الماتش اللي فات، وكان استحواذ المصري 75% مقابل 25%. انا بكلمك كفير. فبتكلمني على لعيبه موجوده في البيراميدز وموجوده في الاهلي. فالدوري لم يحسم، الاهلي لم يخرج، بيراميدز اقرب للدوري، الاهلي كذلك، الزمالك، كل الفرق متساويه حتى بعد تعادل النادي الاهلي. لكن ما حدث اليوم، انا بقالي 40 سنه بشجع كره قدم، عمري ما شفت الاهلي اتظلم قد ضربه الجزاء النهارده. فجر مهما يطلع بقى جابزه التحكيم، اصل الكره طالعه من تحت وطالعه من فوق وجايه بالعرض والحكم، لا يا باشا، ده الكواد معدي باينه وماشي كده، واول لما الاقي كوره جنبيه فرد ايديه. معنى ان يفرد ايديه معنى ان هو اشترك وخد الكوره هنا وحطها تحت في الارض، فبديهي والحكم قريب منها وفار رجع. ومع ذلك محمود عاشور كان له راي اخر، وقال الله في جوان جماهير النادي الاهلي كان ممكن يخسر، ما كانتش جماهيره تبقى زعلانه وكانت هترمي السخط على مدير الفني الفاشل اللي الاهلي عشان ما يدفعلوش شرط جزائي خسر ملايين. الاهلي خسر ملايين بتاع الدوري ابطال افريقيا، خسر ملايين بتاعت صعود كاس عالم للانديه، خسر ملايين بتاعت الدوري ومشاركته في دوري الابطال اوروبا، خسر ملايين كان ممكن يوفرها كلها. وكان الفلوس دي كانوا اداها شرط جزائي للبلوى والفاشل اللي عمل عقد زي دوت لواحد فاشل اسمه تروب. ما كانش حصل الكلام ده. واحد يقول لي يا عم انا ما شفتش واحد كده بيتكلم بالطريقه. انا راجل محترم، بحترم الناس اللي بتسمعني، بقدرهم، ما عنديش غل كروي ولا عصبيه كرويه. كل مصلحتي عايز دوري نظيف، دوري بدون مجاملات، والافضل هنقول له الف مبروك. تعادل النادي الاهلي، هارد لك ليه الجماهير النادي الاهلي، مبروك لجماهير نادي الزمالك تعادل. هل الزمالك يستغل حاله التعثر في الاهلي؟ عايز ايه تاني عشان الاهلي يديه خد الدوري؟ الاهلي بيقول للزمالك وبيراميدز لو عند اللي خلفوكوا دم، لو انتوا رجاله خدوا الدوري، لكن لو ما خدتوش ما ترجعوش تلوموا حد في ان الدوري ان الزمالك سلمه على طبق من دهب للنادي الاهلي. لان جمال الاهلي السنه دي عمرها ما تحصل تاني. يعني اللي حصل في موسم النادي الاهلي النهارده، انا ما اعتقدش ان السنه الجايه هيبقى فيه الاوكازيون المفتوح ده، العرض اللي بقى طول السنه الاهلي بينقط نقط غير طبيعيه. ما اعتقدش ما هيحدث من النادي الاهلي. هتشوفوه انتم زي ما بيقول لك ايه، الخسوف والكسوف هتشوفوه كل 60 سنه مره. شكرا ليكم، وهارد لك للجماهير الاهلي المحترمين، هارد لك وحظ اوفر ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي، ومبروك لجماهير نادي الزمالك. اتمنى من كل قلبي من زملكاوي ان الزمالك يستغل دوت ويدوس على كل الفرق اللي جايه، يفوز بيراميدز ويفوز على انبي قبل مواجهه النادي الاهلي اللي هيبقى ماتش صعب جدا، والاهلي ساعتها هيبقى بيلعب حياه وموت. وليه لا؟ انا بالنسبه لي نسبه المكسب اهلي وزمالك في ظل حاله الضغط اللي على لعيبه النادي الاهلي 90% يفوز نادي الاهلي، 10% يفوز نادي الزمالك. فعشان كده على الزمالك حسم الدوري والفوز في بيراميدز ثم انبي اذا كنت عايز تاخد الدوري. شكرا لكم، سلام عليكم.